يا لهوي حبايب قلبي، كل ده فاكهة حلوة كده. والله العظيم عمري في حياتي ما شفت بطيخة كبيرة بالشكل ده، ولا خرطوم عمود يتحرك في العمارة دي. بصراحة يا جماعة اللي شفته من الشباك ده كاد يوقع قلبي من مكانه، وجاري اللي جاري من نظراته. يا حبيب قلبي اشترك في القناة دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا نكمل القصة. أنا هالة، عمري 45 سنة، أرملة من سنين طويلة، وعايشة لوحدي في شقتي دي. والله العظيم يا جماعة الوحدة قاتلة، والأيام بتعد عليا ثقال، بس أنا بحافظ على نفسي وكرامتي. بصراحة يا جماعة ربنا كرمني بجسم ما زال يوصف. أنا بطيخة كبيرة ومشدودة، وصدري زي الرمان المشدود اللي يخلي أي عين تبص عليه تعور من كتر الجمال. أنا مش ست عادية، أنا عندي فاكهة حلوة بتخلي اللي يشوفني يندم إنه معرفنيش. جالي فلوس كويسة من رحمة ربنا ومن ميراث جوزي الله يرحمه، وعايشة مرتاحة ماديا، بس الجوع العاطفي والحنان ده اللي كان بياكل فيا وبهزرني. يا حبايب قلبي، الست اللي زيي لما بتعيط من جواها بتدور على أي خرطوم يلمسها ويحسها إنها عايشة، ومهما كانت الفاكهة الحلوة اللي عندها. أنا بحب الحياة، وبحب ألبس فساتين ضيقة تبرز البطيخة الكبيرة بتاعتي، وبحب أحط عطور تخلي أي راجل يولع. بس والله العظيم يا جماعة مفيش حد بيبص عليا، ومفيش حد بيحس بيا. بصراحة يا جماعة أنا ست عندها فاكهة حلوة، وعندها ملبن وقشطة، بس مفيش حد ياكل منها. يا حبايب قلبي الجوع العاطفي ده خلاني أحس إني بطيخة كبيرة ضايعة ومحتاجة خرطوم يلمسها. من أسبوع سكنت في العمارة جارة جديدة، ست شابة. بصراحة يا جماعة كان عندها بطيخة كبيرة ما شفتهاش في حياتي كله، وكانت بتلبس هدوم ضيقة جدا تبرز الفاكهة الحلوة بتاعتها. كنت واقفة على الشباك براقبها وهي بتدخل العمارة، وفجأة شفت جاري أبو أحمد واقف في البلكونة بتاعته وبيبص عليها بشهوة وعينه بتولع. جاري ده راجل عنده خرطوم عمود، جسمه نار وبتاع يبص على الستات وياكل من فاكهتهم. أنا كنت براقبه من الشباك. والله العظيم يا جماعة كنت حاسة بغيرة غريبة، ليه هو بيبص عليها؟ وبصراحة أنا عندي فاكهة أحلى منها بكتير، وأنا بطيخة كبيرة ورومان مشدود. فجأة وبالمصادفة جاري رفع راسه وشافني أنا واقفة على الشباك. يا حبايب قلبي نظراته اتغيرت تماما، بص عليا بشهوة، وعينيه وقعت على صدري اللي زي الرومان المشدود واللي كان بارز من الفستان. قال لي بصوت واطي ومسموع: يا هالة، انتي ليه مستخبية كده؟ انتي فاكهة حلوة ومحدش شايفك. والله العظيم يا جماعة قلبي دق بسرعة، جالي إحساس إن الجوع اللي جوايا صحى من النوم. هو كان بيبص عليها، بس فجأة لقى قدامه ملبن وقشطة أحلى منها بكتير. بصراحة يا جماعة المجتمع بيقول لأ، بس الغريزة بتقول ارمي نفسه عليه. أنا وقفت مكاني وما قدرتش أتحرك، وهو فضل يبص عليا، وبصراحة كان عايز ياكل من الفاكهة الحلوة اللي قدامه. يا حبايب قلبي أنا حسيت إني بطيخة كبيرة لفت نظره، وإن الرومان المشدود بتاعي خلاه ينسى الجارة الجديدة. بتمنى تعملوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش الاشتراك، ويلا نكمل مع بعض. بعد الحادثة دي حبايب قلبي الموضوع كبر جدا، وجاري بدأ يدور على أي فرصة عشان يقرب مني ويحس بالفاكهة الحلوة بتاعتي. كان بيشوفني في السلم وبيلمس إيدي بالغلط، وكان لمسته دي زي النار في الخرطوم بتاعي. بصراحة يا جماعة كان بيقول لي كلام عسل:
يا هالة انتي زي القمر، وانتي رمان مشدود، وانتي ملبن ومفيش زيك. والله العظيم يا جماعة أنا الست اللي ما سمعتش كلام حلو من سنين. كنت بذوب من كتر الحنان، وكنت حاسة إن البطيخة الكبيرة بتاعتي بتذوب من كلامه. قال لي إن مراته مش فاهماه، وإن هو محتاج ست تفك كربة، ومحتاج ياكل من فاكهتي الحلوة اللي بتخليه يولع. يا حبايب قلبي أنا بدأت أبرر لنفسي، أنا لوحدي ومحتاجة حنان، ومحتاجة حد يحسني ويحس بالفاكهة الحلوة. يوم الجمعة مراته سافرت لأهلها، وجاري جه قال لي إن في تسريب مية في شقته ومحتاج مساعدة. وبصراحة أنا عرفت إنه بيمثل. بصراحة يا جماعة الغريزة غلبتني، ودخلت شقته ولقيته واقف في الصالة خلع تيشيرته والخرطوم بتاعه بارز وناطط. قال لي يا هالة تعالي أوريكي الفاكهة الحلوة بتاعتي. أنا قعدت على الكنبة وهو قعد جنبي وبدأ يلمس إيدي. يا حبايب قلبي لمسته كانت بتوصل لصدري، كان بيفرك فيا زي ما بتفرك في البطيخة الكبيرة. كان بيقول لي يا هالة أنا عايز أتغدى عندك، عايز آكل من الرمان المشدود ده. والله العظيم يا جماعة أنا حاسس إني زبت. الجوع العاطفي خلاني أنسى كل حاجة، وخلاني أستسلم للخرطوم اللي كان بيلف حواليني. يا حبايب قلبي أنا حسيت إني فاكهة حلوة وهو عايز يتغدى عليها. استنوا يا حبايب قلبي اللي جاي أحلى بكتير، بس اعملوا لي لايك الأول. فجأة